والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم ورحمة الله. بصوا يا شباب، هنبدأ إن شاء الله مراجعة أولى ثانوي، عبارة عن جزئين. الجزء الأول يعني المراجعة على هيئة فيديو أو 2 أو 3، كمان هنحتمال تبقى 3 فيديوهات. كل الطلبة اللي هتيجي تراجع يوم الأربعاء الجاي في السنتر لازم تسمع ال3 فيديوهات. طيب هبدأ دلوقتي 3 فيديوهات. الفيديو الأول عن إيه يا شباب؟ الأعداد المركبة. طب يبقى حاجة صغيرة كده عشان ما تتوهش مني. دلوقتي أنا هقول إيه؟ مراجعة جبر أولى ثانوي. طيب هنشوف دلوقتي يا شباب وليكن مثلا تقسيمة كده صغيرة هتوضح لك شوية حاجات. تقسيم المنهج لما أجي أقول لك إيه؟ أول حاجة تاني حاجة المعادلة أو المعادلات، تالت حاجة المتباينة وإشارة الدالة. كل واحدة من دول يا جماعة فيديو فيديو فيديو، عشان طبعا هنحل مسائل صعبة كتير وشغل كتير شوية. طيب هنبدأ النهاردة اللي هي الفيديو الأولاني. طيب إيه الأول دي؟ يبقى الدرس كله اسمه الأعداد المركبة. طيب بالمناسبة يا جماعة، الجبر ده بيجي عليه كام مسألة في الامتحان؟ 12 مسألة. لو أنا قسمت المسائل دي كده قدامي هتلاقي إيه؟ هتلاقي دي بيجي عليها 3 ودي 3 ودي 6. يبقى احنا كده دول ال 12 مسألة اللي هم مطلوبين منك. نبدأ نتكلم في دي عبارة عن كام حاجة؟ طيب دي أول حاجة كام فكرة أصلا؟ بتكلم عن 4 أفكار. أول حاجة قيمة تاني حاجة جمع وطرح ضرب وقسمة. رابع حاجة مسائل غريبة اللي هي بتيجي في الامتحانات. طيب تعالى نشوف كده، نتكلم في الفكرة الأولى قيمة طيب نبدأ واحدة واحدة وبالراحة كده يا شباب. لما أجي أقول لك جذر -1، كنت بتقول لي زمان أنا مش عارف أجيب دي، لا دلوقتي بنعرف نجيبها. جذر -1 دي بكام يا شباب؟ بقى اسمها طب يعني لو جيت قلت لك جذر -25، زمان ما كناش بنعرف نجيبها، ولكن جذر 25 بقت لها قيمة دلوقتي. تطلع بكام دي يا شباب؟ ب5 جذر 25 لوحديها، والجذر السالب يدي واحدة كمان جذر -16. أجيب جذر ال16 لوحدية ب4 والسالب تدي يعني لو أنا طلبت منك جذر -16 في جذر -25 تعرف؟ أيوة أعرف. أجيب جذر ال16 دي كده ب4 وجذر دي ب5 واضرب 4 في 5 ب20 في بت تربيع.
أول ما ألاقي ت تربيع هتحفظها دلوقتي، أشخبط على ت تربيع وأغير الإشارة، تبقى الإجابة -20. يعني لو أنا ممكن أجي أديك مسألة تانية أهي، جذر -2 في جذر -8. ممكن أنا ما أغلبش نفسي كأني مفيش سالب ولا في أصلا ت، أضرب جذر 2 في جذر 8 بالآلة. اضرب جذر 2 في جذر 8 بالآلة، واللي يطلع غير له الإشارة. اضرب جذر 2 في جذر 8 بالآلة ثم غير الإشارة. جذر 8 في جذر 2 بكام الناتج بالآلة؟ ب4، وأحط لها سالب. يعني الناتج ده 4 وأحط لها إيه يا شباب؟ سالب. يعني لو أنا جيت قلت لك ت بكام؟ بجذر -1. لو ربحت الطرفين يبقى ت تربيع بكام؟ ب1، وت تكعيب بكام؟ ب-ت. دول بس يا شباب اللي انت ممكن تحفظهم، وممكن افهمك جم منين برضه. طب لو جالي اي رقم تاني مثلا، زي ايه اي رقم تاني؟ زي مثلا ت أس 20، ت أس 40، ت أس 100. اي رقم. بص، ت 20، ت أس 40، ت أس 22، ت أس 24. ركز بقى، في مدرسين يا جماعة وفي كتب بيقعدوا يقسموا ال20 دي، يقسمها اتنينات 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 لحد ما تجيب آخر البلد كلها. احنا ملخصين تلخيص صغير. ت أس عدد زوجي، ت أس عدد ايه يا شباب؟ زوجي. لو بيقبل الاسم على الأربعة تطلع الناتج بكام؟ ب1. طب لو ما بيقبلش يطلع الناتج كام؟ يعني ممكن انا احل كل دول في دقيقة؟ ممكن. ت أس 20، ت أس 20 ده زوجي، بيقبل على الأربعة؟ بيقبل، 1. ت أس 40 بيقبل، ت أس 22 ما بيقبلش. تمام. ت أس 24 بيقبل. يبقى يا مستر دلوقتي النهاية أما أجي أقول ت أس عدد زوجي يا بيقبل يا ما بيقبلش. بيقبل 1، ما بيقبلش -1. طب بالنسبة للعدد الزوجي، طيب خلي في جه عدد فردي، ت أس 11، ت أس 13، ت أس 15، ت أس 17، ت أس أي رقم. الموضوع سهل خالص. بص كده، ت أس عدد فردي. طيب بص كده، ركز عشان ما تتوهش. ت أس عدد فردي يا شباب. بص، بعد طرح واحد في مخك. ازاي يعني؟ يعني ت أس 17 اشيل واحد في مخي تبقى 16. طيب لو بيقبل على الأربعة، لو ما بيقبلش على الأربعة. لو بيقبل على الأربعة الناتج كام؟ ت. طب لو ما بيقبلش يبقى الناتج -ت. يعني يا مستر ايه؟ ت أس 4. تعال نجرب كده. شيل واحد في مخك، شلت، بقت ت أس 10. ت أس 10 بكام؟ ده زوجي أو ده ما بيقبلش. ما بيقبلش يبقى الناتج -ت. اللي ما فهمش يفهم تاني. ت أس 13، شيل واحد في مخك يتبقى لي 12، بتقبل يبقى ت.
ت أس 15 شيل واحد في مخك يبقى كام؟ ما بيقبلش سالب ت. ت أس 17 شيل واحد في مخك بقى ت أس كام؟ ت أس 16 بتقبل يبقى ت. يبقى مجمل الكلام يا جماعة الموضوع دلوقتي عدد زوجي بيقبل أو ما بيقبلش، عدد فردي بعد طرح واحد في مخك، شيل واحد في مخك عشان أسهل، يا بيقبل يا ما بيقبلش. بيقبل ت، ما بيقبلش يا شباب سالب ت. طيب ده كله ده احنا لسه بندردش في النوع الأول. طيب تعالى مثلا نتكلم فيها يا شباب، نتكلم مثلا لو جاتني جذر 2 ت في جذر 5 ت، عادي ما بيهمنيش. اضرب جذر 2 في جذر 5 تطلع بكام؟ بجذر 10. وت في ت بت تربيع. اول ما تلاقي ت تربيع حافظين ان ت تربيع بكام؟ بسالب 1. طيب يبقى تطلع بتساوي، اول ما الاقيها اشيل ت تربيع واغير الاشاره. خلصت. طيب دي يا جماعه كانت الجزء الاولاني، ازاي اعرف اجيب قيمه لت. اي بقى رقم يجي لك مثلا، اي رقم حاجه زي كده سالب 4 ت في 5 ت، برضو عادي اضرب الارقام. ازاي؟ سالب في موجب تبقى تطلع بسالب 20. ت في ت بت تربيع. اول ما تلاقي ت تربيع شخبط وغير الاشاره يبقى بتساوي موجب 20. لاحظ انا كده اديت الفكره الاولى ازاي اعرف اجيب قيمه ت لو حد ملخبط نعم. ده يا شباب كان الجزء ايه؟ كان الجزء الاول. طيب تعال نكمل كده. حد كده ملخبط؟ يبقى كده انا جبت قيمه لت. نخش على الجزء الثاني. هنكمل يا جماعه دلوقتي في بعض المسائل الصعبه، زي مثلا لو جيت قلت لك س او اوجد لي ناتج دي 1 زائد ت في كام مثلا يا شباب؟ 1 ناقص ت زائد ت تربيع بتساوي نقط. انت تشوفها دي حاجه غريبه جدا، انا مش عارف. طب امسك دايما القوس الكبير، مش دي ت تربيع؟ اه ت تربيع بكام دي؟ بسالب 1. طيب لو انا جيت قلت مش دي بالموجب ودي بالسالب مشوا مع بعض، يبقى 1 زائد ت في سالب ت. دي تخش تسلم بقى يا شباب بالراحه كده اهي. سالب ت في 1 بسالب ت، وت في ت بسالب ت تربيع. اول ما الاقي ت تربيع اشطب عليها او احذفها وغير لها الاشاره، يبقى ده الناتج بتاع المساله. رقم 2، لو جيت قلت لك يا شباب حاجه مثلا زي ايه؟ حاجه زي س زائد ت ص بتساوي مثلا كام؟ ت اس 15 زائد جذر، بص شوف اللعب بتاعه سالب 4. تقدر تجيب لي او 2 جذر 4 اوجد س وص. طب ما سهل برضه، السين زائد ت ص تنزل. ت اس 15 اشوف ت اس 15 دي بكام؟ ادور، ده عدد فردي شيل واحد في مخي، ما بيقبلش الاسم ولا بيقبل؟ لا ما بيقبلش، يبقى الناتج سالب ت. طب بعدين تاني ت اس 15 عدد فردي ما بيقبلش الاسم، شيل من واحد في مخي يعني. زائد الاتنين اللي بره تنزل. طب جذر سالب 4 قلنا ب 2 ت. طب 2 في 2 ب 4 يبقى سالب ت زائد 4 ت. هنا قدامها 1. طب دي ودي يا شباب 3 ت. وهنا س زائد ت ص. السين بكام؟ هو في هنا حقيقي؟ مفيش، يبقى السين بصفر.
طب والصاد جنبها ت وجنبها ت، يبقى الصاد بتساوي 3. طيب في بعض المسائل يا جماعة تاني برضو اللي ممكن تيجي غريبة حبتين وتضايقكوا شوية. تعال نكمل. مثلا مسألة زي دي كده، س زائد ت صاد في س، أو واحد قصدي أهو، زائد 3 ت بتساوي 10. اوجد س زائد صاد. دي تقريبا كل الطلبة محدش يعرف يحل. ايه ده؟ ازاي نضرب دول في دول ونعقد نفسنا؟ طب ما انا ممكن احل بطريقة سهلة جدا. انزل دي زي ما هي، ودي اوديها الناحية التانية بس باسمها. اصبحت المسألة مسألة ايه يا شباب؟ اسمها. طب لما هي مسألة اسم اعمل ايه؟ اضرب في المرافق، يبقى السين زائد ت صاد سوى 10 على 1 زائد 3 ت في المرافق، بدل ما دي بالزائد تبقى بالناقص. اضرب بقى 10 في 1 ب10، و10 في 3 30. انزل تحت. طب 1 في 1 بواحد. طب 3 في 3 بسالب 9 ت تربيع. طب ما تغير الشد، غير دي وغير الإشارة عشان ت تربيع بسالب 1. طيب يبقى فوق 10 ناقص 30 ت، وتحت 10. طبعا والكلام ده بيساوي س زائد ايه يا شباب؟ زائد ت ص. طب ما اقسم زي ما اتفقنا، 10 على 10 فيها الواحد، 3 على دي 3 ت. الكلام ده يساوي س زائد ت ايه يا شباب؟ ت ص. السين بكام؟ بواحد، والصاد بكام؟ بسالب 3. افرض هو عاوز س زائد ص، ده الموضوع بسيط جدا. السين بكام؟ بواحد زائد سالب 3. السين بواحد والصاد بسالب 3، وجمع دول يطلعوا لي بسالب كام يا شباب؟ 2. خلاص. دلوقتي يا شباب هنخش في مسائل اسمها مسائل ايه؟ الصعبة الغريبة، اسمها مسائل المريخ. دي بقى حاجات غريبة جدا. نبدأ برضو نقسمها كده واحدة واحدة عشان ما تتوهش. أنا مسائل المريخ دي بقسمها يا جماعة، أول نوع المرافق. يعني المسائل الصعبة بقسمها لك أهو. المرافق. أول نوع لما أجي أقول لك 8 زائد 3 ت، المرافق بتاعها كام؟ المرافق بتاعها يا شباب نقطة 8 ناقص 3 ت. يعني بالبلد بغير إشارة يا شباب الت. طب يعني لو أنا ضحكت عليك وقلت لك 3 ت زائد 8، تقدر تقول المرافق بتاعها كام؟ تتوه انت وتغير لي الإشارة اللي في النص. أنا بغير إشارة الت، يبقى الإجابة سالب 3 ت زائد 8. ما تتوهش. طب يعني لو جبت لك مسألة تانية وقلت لك 8 المرافق بتاعها كام؟ هتعرف؟ هي دي فيها ت؟ لا ما فيهاش. دي كده ما فيهاش ت، يبقى ملهاش مرافق، تنزل زي ما هي. طيب رقم 4، دي مسألة لفة جدا هتلاقوها في المعاصر. 2 زائد ت أس سالب 1، المرافق بتاعها كام؟ المفروض دي يا شباب نحتاج نفكها الأول. أنا هفكها دلوقتي أهو وأقول لك، ولا طريقة برضو سهلة. تعال نشوف كده طريقتها. ركز كده معايا. الحل. طالما ده فوق أسه سالب ينزل تحت، ده فوق أسه سالب نزل تحت. طب هو كده لسه الحل؟ لا، هضربه في المرافق عشان أظبطه، عشان قلنا ما ينفعش ته في المقام. 1 في دول بدول، وتحت 2 في 2 ب4. طب ت في ت بت تربيع. أول ما ألاقي ت تربيع غير الإشارة. 2 ناقص ت على كام؟ على 5. أقسمها يبقى 2 على 5 ناقص ت على 5. طب عاوز أجيب بقى المرافق، بدل ما هي بالسالب تبقى بإيه يا شباب؟ بالموجب. دي طريقة.
رقم 4 طريقة أخرى عشان ممكن ما تلاقيهاش كده في المعاصر. 2 زائد ت أس سالب 1. عارف ايه المرافق بتاعها؟ بدل ما دي موجب تبقى ايه يا شباب؟ سالب. دي كده مسائل صعبة عن المرافق. طيب في زيها بالظبط يا جماعة لما اجي اقول لك ت زائد ت أس 2 زائد ت أس 3 زائد ت أس 4. الكلام ده بكام؟ طبعا لو حد ذكي يقدر يقول الناتج ده في ثانية. هي ت أس 4 بكام؟ ت أس 2 ت أس 2 وت أس 3 وت. الحاجات دي يا جماعة قلت لك أنا حافظها ومدربك عليها، دي تنزل. ت تربيع بسالب 1، ت تكعيب بسالب ت لسه أنت حافظها في أول الحصة. ت أس 4 بكام؟ بواحد. دي تمشي مع دي ودي تمشي مع دي، الناتج يطلع بكام يا شباب؟ بصفر. طب خد كده واحدة تاني. ت زائد ت أس 2 زائد ت أس 3 زائد ت أس 4 لحد ت أس 100. حد يعرف؟ كل 4 بيساوي صفر. كل 4 بصفر، كل 4 بصفر، كل 4 بصفر، كل 4 بصفر. تاني خدنا 4 اهم طلعوا بصفر، يبقى كل 4 بصفر، كل 4 بصفر، كل 4 بصفر، يبقى الناتج برضه يطلع بكام يا شباب؟ بصفر. ممكن تيجي بشكل تاني. ألف وب وجيم ودال أعداد صحيحة متتالية. تقدر تجيب لي ت أس ألف، ت أس ب، ت أس ج، ت أس د؟ أقدر. هي إيه الأعداد الصحيحة المتتالية؟ الله، ما أنا ممكن أفترضهم 1 و2 و3 و4، يبقى زيها زي اللي فوق، تطلع بكام يا شباب؟ صفر. كده كام نوع؟ كده نوعين في المسائل الغريبة. طيب تعالوا نخش في مسائل أغرب. بصوا يا شباب، لما أجي أقول لك مرافق العدد، غريبة أوي بقى. مرافق العدد، كام العدد مثلا؟ 4 ت أس 8 ناقص 3 ت أس 3. هو نقط. حاجات غريبة جدا بتلاقوها في المعاصر محدش عارف يحلها. مسألة زي كده يا شباب محتاجة أظبطها. إزاي أظبطها؟ دي ت أس 8 أس عدد زوجي، بتقبل ولا ما بتقبلش؟ بتقبل. طالما بتقبل الاسم على الأربعة وعدد زوجي تطلع بواحد. دي ت أس 3 قلت لك احفظها، ت أس 3 بسالب ت. ت أس 3 دي كده بس بسالب ت. سالب في سالب بموجب 3 ت. 4 في 1 ب4 زائد 3 ت. طب المرافق بتاعها يبقى ايه يا شباب؟ 4 ناقص 3 ت. تاني دي عشان ملخبطين شوية. طيب ده عدد زوجي بيقبل الاسم على الأربعة يطلع بواحد، دي ملناش دعوة بيها. ت أس 3 بسالب ت. طب سالب في سالب بموجب 3 ت. دي في دي ب4 ودي نزلت، المرافق أغير الإشارة. نكمل يا جماعة، احنا لسه في الت في المسائل الغريبة. خليني جيت قلت لك مثلا مجموعة حل المعادلة دي، أو 1 ناقص ت أس 6. الله، احنا ما خدناش 6 دي، احنا خدنا أس 2 بس. أول ما يجي لي حاجة زي كده يا شباب سهلة جدا. بص باجي أعملها كده، بص قوس كبير حلو كده أهو، قوس التاني أهو، 1 ناقص ت. الستة دي 2 في كام؟ 2 في كام يطلع 6؟ 2 في 3. أو أقسم الرقم ده على ده. اشمعنى عملتها 2؟ عشان أنا بعرف أفك 2 بس. أس 6 دي في تالتة ثانوي بس. طيب تعال نفك كده. طب لو جات لي هنا 10 يبقى 2 في 5. جات لي 20 2 في 10 اللي جايه. نفك الكسر ده يبقى الأس ده ينزل زي ما هو. 1 في 1 بواحد. ت في ت بت تربيع ناقص ده في ده في اللي فوق 2 ت. ت تربيع دي بكام؟ بسالب 1. طب ما السالب 1 يمشي مع الواحد، يتبقى لي سالب 2 ت أس
3. أطلع الناتج. سالب 2 أس 3 بكام يا شباب؟ سالب 2 أس 3 ب8 سالب وت أس 3 جنبيها. هي ت أس 3 دي بكام؟ دي كده بسالب ت، يبقى موجب 8 ت. خلاص، دي يا جماعة كانت حاجة بسيطة كده من المسائل اللي هي ممكن تيجي صعبة شوية. خلاص دلوقتي هنروح نكمل في بعض المسائل الصعبة، بس نمسح السبورة الأول. هنكمل يا جماعة دلوقتي مسائل القسمة عشان اللي متلخبط ولا حاجة. طيب لما اجي اقول لك س زائد ت ص بتساوي 5/2 زائد 3 ت. طبعا يا جماعة عشان اجيب، طبعا السؤال بيقول لي اوجد س وفاصلة ص. انا دلوقتي عشان اتعامل مع مسألة زي كده لازم الكسر ده اشيل ت من المقام. طيب يبقى المسألة اهي، عشان اشيل ت من المقام بضرب فيها يا شباب في المرافق. ايه هو المرافق؟ بدل ما دي بالموجب اقلبها سالب. بص، ضربت في المرافق وكأني ما عملتش حاجة، انا ضربت فوق وتحت. طب لما اجي اضرب فوق 5 في 2 ب10، ضربت الخمسة هنا والخمسة في التلاتة. 5 في 3 ب15 ت. تحت 2 في 2 ب4. 3 في 3 ب9 ت تربيع. وطبعا ما تنساش هنا تنزل س زائد ت ص. س زائد ت ص. طيب أول ما ألاقي ت تربيع قلت بشخبط عليها واشطبها وغير الإشارة. يبقى 10 ناقص هو حد ذكي يروح يطرح دول؟ دي فيها ت، دي ما فيهاش. يبقى 10 ناقص 15 تنزل. 4 و9 كام يا شباب؟ 13. أقسم الكسر 10 على 13 ناقص 15 على 13 ت. الكلام ده يساوي كام؟ س زائد ت ص. السين بكام بقى؟ والصاد بكام؟ الحقيقي بالحقيقي 10 على 13، والتخيلي بالتخيلي. واحد يكتب لي 15 على 13، غلط. دي قدامها سالب ودي قدامها موجب، اخدها باشارتها، اوعى تنسى السالب. طيب دي كانت فكره رقم 1 في الاسم. فكره 2، لما اجي اقول لك س زائد ت ص تساوي 2 زائد 3 ت برضو. الله، بس فوق هنا كان رقم، هنا هيبقى حد او مقدار. او بص، خلي دي 4 عشان تختلف عن اللي تحت. طيب برضو يا شباب لو عشان اوجد س وصاد الحل بسيط. س زائد ت ص تنزل، دي هضربها في المرافق. المسألة نزلت زي ما هي، عشان اشيل الت من تحت بضرب في المرافق. في مرافق اللي تحت، انا عاوز اشيلها من تحت، اللي فوق ما يلزمنيش خالص. مش دي كانت موجب، حتى انا سالب ودي سالب. طيب بتساوي، ركز بقى شويه في الضرب. اول حاجه 5 تخش تسلم، 5 في 2 ب10، و5 في التلاتة ب15. الخمسة سلمت، زي ما الخمسة هتسلم الأربعة هتسلم. كام بقى؟ 4 في 2، بص 4 في 2 ب8 ت، و4 في سالب 12 في سالب 3 بسالب 12 ت
تربيع، اوعى تنسى الت تربيع. طب وتحت 2 في 2 و3 في 3. واحد ذكي يقول لي يا مستر ضربنا اللي فوق ليه سلمه واللي تحت لا؟ اللي فوق سلمه عشان مختلفين، بص هنا ارقام مختلفه بص، انما اللي تحت الاول في الاول والتلاتة في التلاتة عشان دول ايه؟ مرافق شكل بعض يعني. طيب اول ما الاقي ت تربيع اشطب عليها وغير الاشاره، اشطب عليها وغير الاشاره. انا بلخبط لك الاشاره عشان تعرف ان انا بغيرها. اما اجي اجمع دي كام؟ 10 تطرح من ال 15 غلط، ال10 تتجمع مع ال12. اشمعنى؟ عشان ده رقم وده رقم، يبقى 10 و12 22، وسالب 15 و8 بسالب 7 ت. وتحت جمع عادي 4 زائد 9 تطلع بكام؟ 13. وهنا س زائد ت ص. اقسمها زي ما اتفقنا 22 على 13 و7 على 13، والسين تنزل زي ما هي والت ص تنزل زي ما هي. يبقى السين بكام يا شباب؟ الرقم بالرقم 12 على 13، والصاد الت او التخيلي بالتخيلي سالب 7 على الكام؟ على ال 13. دي كده يا شباب كانت ايه؟ كانت القسمة. طيب خليك انت ملخبط في حاجة ممكن ترجع تراجع الحتة دي تاني في الفيديو بحيث ايه تفهمها لو هي ملخبطة معاك. دي كده كانت ايه يا شباب؟ كانت القسمة. دلوقتي هخش على مسائل ايه؟ الغريبة، بس نمسح السبورة. دلوقتي يا شباب هنخش على ايه؟ الفكرة التانية في ت، فكرة 2 اللي هي بالبلدي كده الجمع او الجمع اهي والطرح. طيب لو جيت قلت لك ايه يا شباب؟ اول حاجة العدد المركب ده، العدد المركب برمز له بالرمز ايه؟ س زائد ت ص. س زائد ايه يا شباب؟ ت ص. الجزء الاول ده اسمه جزء حقيقي، والجزء اللي جنبه ت اسمه تخيلي. طيب لما اجي اقول لك مثلا عدد حقيقي او عدد تخيلي س زائد 5 ص او زائد ت ص يساوي 3 زائد 7 ت، تقدر تقول لي س بكام؟ تقدر تقول لي ص بكام؟ طبعا كلام سهل جدا يا شباب. الحقيقي زي الحقيقي يبقى السين ب3 والصاد بكام؟ ب7. ادي ده اول جزء. الجزء الثاني لما اجي اقول لك ايه؟ س زائد ت ص يساوي 3 وسكت، يبقى الحقيقي بكام؟ والتخيلي بكام؟ طب في حقيقي في حقيقي في تخيلي، في هنا تخيلي يبقى 0. طب لما اجي اقول لك كمان س زائد ت ص يساوي سالب 5 ت، هنا في حقيقي في هنا حقيقي يبقى الس بكام يا شباب؟ ب0. والصاد في هنا تخيلي في زي تخيلي. إيه اللي بيعرفني التغير الحقيقي؟ ده جنبه ت وده جنبه ت، يبقى الصاد بتساوي سالب ايه؟ سالب 5. ازاي اقدر اجمع واطرح العدد المركب؟ بصوا كده يا شباب سهل جدا. لما اجي اقول س زائد ت ص تساوي 3 زائد 6 ت زائد 2 زائد 5 ت. طبعا عنوان السؤال اوجد س فاصلة ص. هو ده الجمع والطرح يا جماعة. الحل كلام بسيط جدا. س زائد ت ص تنزل، بتجمع الأرقام مع الأرقام والتخيلي مع التخيلي. فين هي الأرقام؟ آدي 3 وآدي 2. كام دول يا شباب؟ 5 و6 و5 11 ت.
يبقى السين بكام؟ السين بتساوي 5 والصاد بتساوي 11. واحدة كمان، لو جيت قلت لك س زائد ت صاد تساوي 4 زائد 5 ت جوه قوس ناقص 3 زائد أو ناقص 2 ت زائد 7 ت. برضو بسيطة جدا، تنزل السين والصاد وهنا الأولاني ينزل، السالب تخش تسلم على القوس، سالب في 3 بسالب 3، سالب في 2 بموجب 2 ت، والسبعة تنزل زي ما هي. بعد كده أجمع الحقيقي والحقيقي. فين هو الحقيقي؟ الحقيقي يا جماعة 4 وسالب 3، يبقى س زائد ت صاد تنزل، 4 ناقص 3 بواحد، 5 واتنين وسبعة تطلع ب14 ت. اللي هما دول. بص بص بص. بعدين السين بتساوي 1 وت صاد زي 14 ت، يبقى الصاد بتساوي كام يا شباب؟ 14. ده كده الجمع وإيه؟ الجمع والطرح. طيب نبدأ نكمل. هكمل لك على طول في الضرب والقسمة. الضرب، خلينا في الضرب. الضرب فيه كام نوع من الضرب يا شباب؟ فيه 3 أنواع. أول حاجة لما أجي أقول لك كده 3 زائد 5 ت في 4 زائد 6 ت، أدي ده نوع. النوع التاني 3 زائد 5 ت في 3 ناقص 5 ت. النوع التالت 3 زائد 5 ت أس 2. يبقى الضرب عندي كام نوع؟ 3 أنواع. يبقى احنا كده خدنا كام فكرة يا جماعة؟ دي الفكرة التالتة. يبقى أول فكرة كانت إزاي أعرف أجيب ت، تاني فكرة الجمع والطرح، تالت فكرة الضرب والقسمة. ودي احنا ماشيين في الضرب. كأنك داخل البيت بتخش يا شباب، الحل سهل جدا. الأولاني هو إيه الفرق بين ده وبين ده؟ ده تلاحظ ده زي ده، والاختلاف في الموجب والسالب. ده اسمه مرافق. يعني ايه مرافق؟ واحد موجب واحد سالب. ودول قوسين ضرب عادي زي بتاع اعدادي، ودول فك قوس عادي برضو زي بتاع اعدادي. نضرب كده واحده واحده. كانك 3 هتخش تسلم على القوس كله. 3 في 4 ب 12. 3 في 6 ب 18 ت. كده التلاتة دخلت سلمت، كأن واحد داخل يسلم على أصحابه. طيب بعد كده 5 في 4 ب20 ت. 5 في 6 بموجب 5 في 6 ب30 ت تربيع. قلت لك أول ما تلاقي ت تربيع في أي حتة في أي مكان شخبط عليها خلاص كده، انهيها من المسألة أهو، وغير الإشارة. شوف الإشارة، بص. وقت ما تيجي تجمع أو تطرح الأول مع ده، اشمعنى؟ عشان ده رقم وده رقم، يبقى الناتج كام يا شباب؟ سالب. بجمع ده وبجمع ده، سالب 18. وبعد كده دول تيهات مع بعض، 18 و20 يبقى 38 ت. ده ناتج الضرب. تاني النوع التاني، 3 دخلت سلمت، 3 في 4 و3 في 6، 5 في 4 و5 في 6، واطرح دول من بعض. هنا ده مرافق، اضرب الاول في الاول. 3 في 3 9، و5 في 5 ب 25 ت تربيع. اشخبط على الت تربيع واغير الاشاره.
9 زائد 25 4 وكام يا شباب؟ و30. تاني ضربت الأول في الأول، 3 في 3 ب9 و5 في 5 بسالب 25. شخبطت على الت وغيرت الإشارة. آخر حاجة الأول في نفسه، امشي بعيد، الأخير في نفسه. طيب الأول في نفسه 3 في 3 9، 5 في 5 ب25 ت تربيع. بعد كده بضرب ده في ده في اللي فوق، ده في ده في اللي فوق، ده في ده في اللي فوق. 3 في 5 ب15 في 2 ب30 ت. أول ما تلاقي ت تربيع قلت أشخبط عليها وأغير الإشارة. 9 ناقص 25. في طلبة أذكياء يقول لك 9 زائد 30. غلط طبعا. بجمع الرقم الحقيقي مع الحقيقي، الرقم مع الرقم يعني. 9 ناقص 25 بسالب 16. طب وال30 تنزل زي ما هي. بس أنا كده خلصت. ده كده يا جماعة كان شكل الضرب، وخدنا كمان المسائل الجمع والطرح. هنخش دلوقتي على ايه يا شباب؟ على القسمة.